ضرورة سؤال هنا إن شاء الله إذا صار وقت أطرح لله عزة سؤال، أن مثل هذه الضرورات الحادثة بعد الأئمة سلام الله عليهم، يعني بعد زمان عصر الحضور، هل هي ملزمة أو ليست ماذا؟ أو ليست ملزمة؟ أي منهم؟ هل أن كل ضرورة ولو حدثت من خلال أقوال علماء الكلام وعلماء الفقه، هل أن هذه الضرورات ملزمة أو غير ملزمة؟ أي منهما؟ فليكن في علم الإخوة بيني وبين الله، أنا بالنسبة إلي لا توجد أي ضرورة ملزمة لا في العقائد ولا في الفقه. لماذا؟ لأنه هذه آراء العلماء أعزائي، وآراء العلماء ليست حجة على الآخرين، رأيه انتهى إلى ذلك، ومن جاء بعده إما تقليدا وإما خوفا وإما وافق المتقدمين. شنو علاقة؟ مو فقط الإجماعات لا قيمة لها عندي، بل الضرورات لا قيمة لها عندي.